كل سنة وانتم طيبين. الفنان حسين الجسمي كان ليه اغنية كده بيقول ايه؟ رمضان في مصر حاجة تانية والسر ايوه في التفاصيل. هي التفاصيل ديت اللي جايين نتكلم فيها النهارده. نحن نختلف عن الاخرين. اولا كده انا عندي سؤال مهم، ليه بنتفاجئ ان بكره رمضان؟ ليه يعني؟ نفسي افهمها. لا وبنتفاجئ بقى باسئله غريبه، اللي هو ايه ده؟ بكره رمضان يعني في صلاه تراويح؟ ايه يا جماعه في ايه؟ الاسئله ديت ممكن واحد يسالها بس لسه مولود دلوقتي فبيكتشف الدنيا بقى، انما احنا بقالنا زمان فخلاص احنا عارفين يعني المفروض يعني. لا وخد عندك بقى زحمه في كل حته، اللي هو ايه ده؟ بكره رمضان يلا نعمل زحمه بقى على اي حاجه. سوبر ماركت ماشي، فول وطعميه ماشي، اي محلات ماشي. يا اخي ده في ناس ما بتلاقيش حاجه تعمل عليها زحمه، بينزلوا يشتروا هدوم العيد. نعمل زحمه وبس. بعد كل الفرهده ديت يجي وقت سحور اول يوم رمضان. بمناسبه السحور، هو في ناس بتسحر رنجه؟ بتعملوها ازاي؟ لا بجد بتعملوها ازاي؟ تسحروا رنجه ازاي؟ مالها الزبادي؟ زعلكوا في ايه الزبادي؟ ده انتوا بتصوموا زينا؟ وبعدين بقى بصراحه يعني عيب اللي بيحصل ده، والله عيب بيبقى بعد كل السن دوت وكل السنين ديت لسه برضه بنستنى قبل الفجر ب3 دقايق وكل واحد فينا يمسك ازازه ميه 2 لتر قد كده وقاعد يشرب فيها قبل الفجر ب3 دقايق. عيب، احنا كبرنا. وبعدين حيويا ان اللي بيحصل دوت غلط. ما هو انا ممكن اصدق انك كده مش هتعطش عادي، بس احلف لي بالله ان انت جمل. وبالنسبه للمسحراتي، ياه ليه بنعمله كده؟ لا بجد ليه؟ ما كل واحد يلم عياله. العيال فاكره ان ده مش بني ادم. وبعدين اسمه مسحراتي، عارف يعني ايه؟ بيصحي الناس عشان تتسحر. انت صاحي ليه بتقوله النبي قول اسمي ليه؟ ما انت صاحي اهو. يا اخي ده الاهتمام ما بيطلبش. تخلص السحور وتصلي الفجر وتدخل تنام علشان تصحى على اول يوم رمضان. تلاقي مامتك بتصحيك على معلومه من كتاب ما تزوقيني يا ماما صفحه 270 ان اللي بينام طول النهار ما بتحسبلوش صيام، فتستجيب للمعلومه وتقرر انك تصحى تقابل العالم. هنا بقى الناس بتتقسم لنصين. النص الاولاني ده بيقرر ان هو ينزل يقابل المجتمع النهارده. اول يوم رمضان هقابل المجتمع، فيقابل شخص حريقه سجاير في العادي وهو دلوقتي صايم، فالشخص دوت دلوقتي شايف ان هو الوحيد اللي صايم، فصاحبنا دوت يندم ان هو نزل من البيت. نيجي بقى للتاني الناصح، ده اللي قرر ان هو لا مش هقابل حد، مش عايز اشوف حد، انا النهارده هقعد في البيت. اول يوم رمضان عادي جدا. تعالى بينا بقى نتكلم على التلفزيون في رمضان. التلفزيون في رمضان غير اي وقت تاني، يعني ده الموسم بتاعه. ده الموسم بتاع شوية مسلسلات، على شوية برامج، على اعلانات معينة، على نجوم معينة، كل حاجة موجودة. ده الموسم بتاعهم. يعني مثلا لو جينا نتكلم على التلفزيون قبل الفطار بتلاقي فيه حاجتين بس. برامج دينية دي بتفتح تلاقي مذيعة مستضيفة شيخ والناس بتتصل تسأل على حاجات في الدين. حلو قوي اهو، برنامج ديني في رمضان يعني روحانيات، كلام حلو، عايزين نسمع حاجات حلوه. تلاقي جاي له تليفون، ايوه فضيله الشيخ دلوقتي انا اكله مال اليتامى واكله تراث اخواتي واكله 3 من عيالي وموقعه كل البيوت في بعض. السؤال بقى هل ينفع اصلي سنه بعد العصر؟ هتقول اللهم اني صايم وتقلب. تلاقي بقى تاني حاجه تيجي قبل الفطار، برامج الطبيخ دي اللي تنتشر في رمضان. يعني مثلا الشيف الشربيني والشيف علاء انت ما شفتهمش من 15 سنه بس هم موجودين دلوقتي. ده الموسم بتاعهم اصلا. ومش هم بس، هم وكل تلاميذهم. كل قناه لازم يكون عليها حد بيعمل اكل، ويا مؤمن دي المره الوحيده اللي الاكل بتاعهم انت بتشمه وانت قاعد في البيت، ضد قوانين الفيزياء، انت فاهم؟ نيجي بقى للتلفزيون بعد الفطار. التلفزيون بعد الفطار بيتحول ل3 حاجات، اعلانات واعلانات واعلانات. هم احيانا بيغلطوا ويجيبوا حته من المسلسل، بس بيغلطوا، ده غلط. عندك مثلا اعلانات البنوك. كل سنه انا واحد من الناس اهوت بشيل فلوسي من بنك لبنك، الاعلان اللي بيعجبني بحط فلوسي هناك بصراحه. ولا اعلانات الكومباوندات، تلاقيهم في الاعلان قاعدين يقولوا لك انت ازاي ما انتش عايش هنا، انت ازاي ما اشتريتش هنا، انت ازاي لسه ما انتش جاي هنا. تسال على المكان ده تلاقي انت لو بعت كليتك مش هتشتريه. نيجي بقى للاعلانات المقربه لقلبي اللي انا بحبها، اعلانات شركات المحمول. بص، بعيدا عن الشبكه ال7G اللي احنا بنستمتع بيها كل سنه، عادي جدا مالناش دعوه بيها، بس ما حدش فينا يختلف على ان الناس دي بتتعب معانا، واللي عايز يعاركني. الناس كل سنه قاعدين يقولوا لك امسك في حلمك وخليك وراه، انت تقدر، انت استثنائي، انت بطل الحكايه، انت ابن مصر، انت يا اخي امسك نفسك بقى، يا اخي امسك نفسك بقى، يا اخي حرام عليك، قرفتنا وقرفت الناس معاك، ما تمسك نفسك يا عم. ولا بقى برامج التوك شو، النجم من دول يخش البرنامج الوسط كله اصحابه، الناس كلها اصحابه، يخرج من هناك رافعين قضايا على بعض. هي كده، هنعمل ايه بقى؟ وبالنسبه لمسلسلات رمضان يا جماعه، مش عايزين كل سنه نعيد نفس الكلام. لا خلاص بقى، واحد رامز جلال بيتفق مع ضيوفه
ممكن. شابوه يوسف الشريف اكيد. مسلسل الكبير حلو قشطه. رابعا البقاء لله لمحمد رمضان، فاي حد هيموت في المسلسل، وان شاء الله في الاخر محمد رمضان هينتصر، لان محمد رمضان ده ابن حلال ما بيعملش حاجه غلط. لسه حاجه تانية ما قلتهاش عشان ما انساش. ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي لايقين قوي 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 على بعض، على ما اظن كده ما نسيتش حاجه. قبل الفطار بنص ساعه كده، دي ساعه الذروه اللي احنا بنبقى فيها بقى ايه، خلاص تعبت وهلكت عطشان عايز اشرب جعان. النص ساعه اللي قبل المغرب ديت عارفينها، دي احنا كمصريين كلنا واول مره نجتمع كمصريين في حاجه واحده، حمله اسمها حمله افطار صائم قبل المغرب ب5 دقايق. احنا متفقين على اسمها كده. خناقات بقى في كل حته، زحمه في كل مكان. يلا بتاع حلويات ده نضرب بعض عليه، يلا ده بتاع عصير توكلنا على الله. طب بقول لك ايه، تعال نعمل مقالب في الناس. تعال نعمل مقالب في تعال نجيب صواريخ ونولعها ونرميها تحت رجليهم فيجي لهم صرع. حلوه وحشه. طب هقول لك، تعال نجيب اكياس نحط فيها ميه او عصير ونلفها ونرميها على الناس في العربيات. وحشه. طب استنى، احنا ممكن نجمع صحابنا كلهم ونقعدهم مع بعض قبل المغرب بنص ساعه وسيبهم بقى هما هيفطروا على بعض. قديمه برضو. طب نعمل ايه طيب يا جماعه؟ اي حاجه. طيب ثواب افطار صائم دلوقتي. هقول لك دلوقتي شويه حاجات على ما اظن كده في ناس ما تعرفهاش في رمضان بتنساها، فبنفكر الناس اهو. رقم 1، الصيام بيبقى الصبح حصل، بس مش معنى كده ان احنا نعصي ربنا بالليل. هو رمضان ده باكج نشيله كده مع بعضه، انت فاهم؟ 2، لسلامتك الشخصيه قبل الفطار ابعد عن بتوع الحلويات والعصاير، وبعد الفطار ابعد عن القهاوي والجيمات والملاعب والبلاي ستيشن والاسواق. اقعد في البيت، رمضان ده قضيه في البيت احسن. 3، لو عايز تكمل صيامك على خير ما تتابعش مسلسلات. بص، هو في كل مسلسل لازم يجيب لك واحده كده وظيفتها في المسلسل هتضيع لك صيامك. التارجت بتاعها في رمضان تفطرك. رقم 4، عيب قوي 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 لما تبقى قاعد وتقول ايه ده يا جماعه، امال فين البنات اللي كانت معانا؟ لا عيب، لان هم قاعدين معانا، وعشان نبقى متفقين مش كلهم، لا في ناس عادي موجودين في رمضان زي قبل رمضان، ده ما عندناش مشكله. احنا عندنا مشكله مع ناس تانية، ده اللي بنتفاجئ ان هم قاعدين معانا بجد. وبصراحه انت اللي غلطانه، يعني كنت مهدي لنا واحده واحده من قبل رمضان بشهر كده ولا حاجه، شيلي حاجه يعني، مره الرموش مره الايلاينر والميك اب بقى، مش مره واحده يعني، واحده حاجه كده يعني تمهد. انما في رمضان كده على طول غلط، احنا لسه شباب صغير، الخضه ديت غلط علينا. 5، بالنسبه للامتحانات حسبي الله ونعم الوكيل والله. رقم 6، الخيام الرمضانيه. بص، هي مفيش فيها اي حاجه تدل على رمضان غير اسمها، انما بالليل لا، في رقصات بقى وفي دي جي وفي كل حاجه. يعني الكفار زمان ما كانوش بيعملوا كده، انا متاكد الكفار زمان ما كانوش بيعملوا كده، احنا بنعملها في رمضان، فاهم؟ خيام رمضانيه. 7، ابعد عن المصالح الحكوميه في رمضان بجد، ان هم هناك بيبقوا فاهمين ان هم بس اللي صايمين، لا ما تروحش. 8، للاسف مفيش كشري في رمضان، معلش انا عارف ان حاجه زي دي صعبه قوي قوي على ناس معينه، ما تزعلوش الله خير. 9، العزومات في رمضان. بص انا عارف ان دي مشكله بتقابل ناس كتيره قوي قوي قوي، العزومات بالذات، لان في طنط كده، طنط دي اللي موجوده عند كل الناس، اللي هي بتيجي بقى مش هنفرح بيك، مش هنفرح بيكي، ايه مفيش عريس كده، ده انا عندي عريس عليه فتحه سقف ملاش حل. انا جاي اقول لك الحل ب5 جنيه بس، 5 جنيه هتجيبي ورقه وقلم تكتبي عليها كده، خليكي في نفسك يا وليه وانا مش هفرحكوا بيا، وخليكي في ولادك بس كده. خدي الورقه ديت بقى علقوها على باب الشقه بس كده، خلاص انسي بيه، علشان نبقى خلصنا حوار العزومات ده خالص. هي معروفه، اللي يازم يغسل المواعين، موضوع منتهي. 10، واخيرا احب افكرك ان الشيطان في رمضان بيبقى متسلسل، كل اللي بيحصل ده اجتهاد شخصي مننا بجد، ده احنا بقى، واللي بيسب واللي بيلعن واللي مش سايب حد في حاله وقاعد يجيب في سيرته طول النهار، ده اجتهادنا الشخصي الحمد لله.